تا 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 تا. بصوا بقى، عاملين النهارده شوية عيش عامل نفسه فطير او فطير عامل نفسه عيش. خطير يا جماعة، طعمه رهيب. ما اقولكوش بقى يعني، من جوه كده مورق توريقة خطيرة. طعمه عامل زي الفطير بالظبط. بصوا يا جماعة مورق ازاي من جوه، خطير. هو دسم مش خفيف. ويا سلام بقى كمان شوية قشطة. مش عملت الكمية دي كلها بكيلو دقيق بس. هنبدأ الطريقة. عندي هنا اول حاجه كوبايه من شرش اللبن. لما عملت معاكم الجبنه الكريمي قبل كده اتبقى شرش وقلت لكم نشيله ونعجن بيه. حطيت عليه معلقتين كبار من السكر ومعلقه من الخميره. طب لو مفيش شرش هنجيب شويه كوبايه لبن عادي ونحط عليها معلقه كبيره خل ونقلبها، وناخد بالنا ان اللبن ما يبقاش ساقع عشان الخل يتفاعل ويخلي لي اللبن يقطع. في بول عندي او في العجان هجيب كيلو من الدقيق، رشة ملح، نص كوباية من السمنة السايحة، وكوباية من الزبادي. كوباية من الزبادي تعادل كوبايتين او علبتين من الزبادي الصغيرين. خلاص، هعجن بقى الكلام ده كله مع بعض في الاول بالاتاشمنت الكف. انا لسه ما حطيتش السوائل لحد ما يبقوا رملة كده، كرامبلز كده، بحيث ان الدقيق كله يتغلف بالسمنه. بعد كده بقى هجيب كوبايه الشرش اللي اتخمرت عندي، سبتها تتخمر والخميره تتفاعل معاها، وهنزل بيها كلها. انا كده كده عارفه ان كيلو الدقيق هياخد اكتر من كوبايه، فنزلت بيها كلها. وبعد كده هكمل بنص كوبايه شرش جنبي. لو مفيش شرش زي ما قلتلك كملي بلبن عادي جدا، بس هو بيدي طراوه للعجينه وريحه جباره بصراحه. هعجن شويه. هنا في المرحله دي كانت لسه العجينه محتاجه عجن، سبتها تتعجن 10 دقايق. وبصوا بقى سر العجينه، اول سر من اسرار العجين في طبعا انه يتعجن مده كافيه جدا. نزلت بيه على السطح وضربته كده ضربتين قبل ما المه. الخطوه دي برضو مهمه على فكره. بس وهكورها بقى. بصوا العجينه شكلها حلو ازاي، ناعمه جدا جدا. هحطها في بوله مدهونه بالزيت وهغطيها بستريتش واحطها في مكان دافي مظلم. العجين او الخميره عموما عدوتها الضوء والسقعه، فهنشوف كده اكتر مكان دافي. انا كالعاده بحطها في الفرن وبولع لمبه الفرن علشان بتدفيلي شويه الفرن، وهسيبها نص ساعه بس ترتاح. انا مش عايزه حجمها يتضاعف ولا حاجه، انا عايزاها ترتاح بس. بعد بقى ما ارتاحت بعد نص ساعة هنزل بيها كده على السطح بتاعي، وهكون رشاه دقيق وهقسمها نصين. انا قسمتها نصين عشان في نص هحط فيه زعتر وريحان، وفي نص هخليه سادة. الزعتر والريحان ده انا كنت يعني بيتاكل حاف، يعني هو كفاية طعمه، والزعتر والريحان كان خطير بصراحة. والنص الساده طبعا ممكن نغمس بيه، وممكن برضو نغمس بده. ممكن كمان تحطوا اتنين فوق بعض، كورتين فوق بعض، وتحشوها بالجبنه، بيبقى تحفه يا جماعه. مش محتاج بقى اي غموس جنبه. هفرد العجينه بتاعتي بالشكل ده كده، وبدات ارش عليها ريحان وزعتر، وادخل الريحان والزعتر جوه العجينه بايدي. بعد كده هلفها زي الرول كده، عشان دي اللي هتخلي لي العجينه مورقه. هي العجينه جواها سمنه وهنسويها لسه كمان في سمنه، فهتورق هتورق. لفيتها بقى زي السينابون رول كده ما بنعمله. بعد كده هقطعها الكور، وبعد كده هاخد كل كوره او كل قطعه يعني واعملها على شكل كوره. والحركه ان انا بعملها بين ايديا او على السطح بالصباعين اللي هما الاول صباع واخر صباع، دي حركه بتخلي العجينه من فوق سطحها املس، ولما تتفرد مظبوطه. هجيب صاج وهدهنه بالزيت، وضروري جدا ان انا اريح العجينه دي على الزيت. عايزه اقول لكم ان هي مسافه ما بنخلص الكميه كلها بتبقى اول واحده عملناها ارتاحت. طب لو انت عامله كميه صغيره مثلا نص كيلو او حاجه، يبقى بعد ما تخلصي سيبيها بس ترتاح 10 دقايق عشان لما نيجي نفردها بعد كده ما تضايقناش. وده النص التاني من العجين، ده هعمله ساده بقى، وما خدش مني وقت على فكره خالص. جبت بقى اول كوره بعد ما ارتاحت، شايفين مرتاحه معايا ولا كشت ولا ضايقتني في الفرد ولا اي حاجه. سمك العجينه يرجع لكم، لو انتوا عايزينها تخينه شويه تخنوا. انا كنت عايزاه رفيع عشان الرغيف كده ما يلكمنيش، يعني الواحد ياخد رغيف وخلاص ما يتلكمش وينام ساعه بعدها يعني. وهرص بقى الرغيفه بتاعتي كلها. وبرضو على ما بخلص اخر رغيف في الفرد بيكون اول الرغيف ارتاح. يعني ابدا ما تاخدوش الرغيف من الفرد على النار، مش هيورق معاكم ومش هيبقى حلو.
حطيت بقى في طاسه عندي على نار تكون وسط، مش عاليه قوي ولا واطيه قوي. حطيت معلقه من السمنه، وكل باتش بعمله بحط معلقه من السمنه. وكل ما الاقي الطاسه فضيت كده وما بقاش فيها سمنه لازم تحطي سمنه، لان السمنه هي اللي هتخلي الفطير يورق. بصوا بقى، مسافة ما بتتشمع بس اول ما بنزلها بروح قلباها، الوش التاني ياخد تشميعة وارجع اقلبها تاني زي العيش بالظبط، مع الفارق ان احنا بس هنا بنحط حتة سمنة. الكمية كلها ما خدتش مني تقريبا ربع كوباية سمنة في التسوية. بس كده هبدأ بقى اشيلها بعد ما يستوي. هو ما بياخدش وقت خالص، لان شايفين العجينة رفيعة، بس لازم اطلعها على فوطة واغطيها بفوطة. وكل ما بشتغل كل ما العجينة اللي بتبقى مرتاحة بترتاح اكتر وبتطلع احلى واحلى من الباتش اللي قبله. بصوا هنا العجينة ازاي طلعت فقاقيع كده، ده معناه انها مرتاحة كويس. انا اصلا مش محتاجة ان العيش بتاعي يتنفخ، انا مش عايزاه يتنفخ لان هو فطير مش عيش، مش هحشيه يعني. شايفين السمنه، معلقه السمنه اللي حطيتها دي اول ما نزلت تحت الرغيف ازاي الرغيف ورق واتنفخ وكان من جوه مورق جدا. لو عايزين التوريقات اكتر زودوا عدد اللفات اكتر، وكمان تخنوا الرغيف شويه لو انتوا حابينه كده. بصوا اللون كان لونه حلو، ريحه الخبيث في البيت كانت خطيره مش هقول لكم. بصوا من جوه الرغيف عامل ازاي اللي بالزعتر والريحان، ده بقى كان بيتاكل حاف كده يعني من غير اي غموس، كان خطير بصراحه. ريحه الفطير قلبت البيت كله، وبصراحه عجب كل اللي داقوا. يعني نقدر بقى نخزنه في الفريزر ونطلع رغيفين 3 كده. اتمنى ان انتوا فعلا تجربوه تقولي رايكم فيه. ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا جدا ليكم. اشوفكم الفيديو الجاي في وصفه جديده. بحبكم، باي باي.